يعني في ناس تيجي العياده تقول ده ما عملش مجهود، انا ما بتحركش، ده ظهري حصل الانزلاق. طب يا دكتور انا عايزه اعرف الفرق ما بين ان مريض بيجي لحضرتك ومريض اوريدي راح لدكتور عظام شخصه قال له ان عنده انزلاق غضروفي وبيعالجه، ما هو المفروض ان هو بيديله علاج. علشان كده احنا مثلا العيادات عندي مبنيه بكونسبت مختلف شويه عن المعتاد. احنا بنشتغل بطريقه اسمها الام دي تي او المالتي ديسيبلينري تيم. في العياده الواحده موجود كل التخصصات المختلفه المرتبطه بعلاج الالم او بعلاج المشكله اللي عند العيان. في عيان بيبقى محتاج دواء، او عيان محتاج علاج طبيعي، او عيان محتاج تدخل من التدخلات اللي انا بعملها، او عيان محتاج عمليه جراحيه عن طريق دكتور العظام او عن طريق دكتور العمود الفقري. كل الدكاتره دول بيبقوا موجودين از تيم، بننظر الحاله مع بعض، وحسب الحاله بنوجهها مين فينا اللي هيشتغل معاه ويعمل له العلاج المناسب لحالته. البين مانجمنت او علاج الالم تخصص مش جديد في الطب، بس هو جديد في عالمنا العربي وفي الشرق الاوسط بشكل عام. زمان احنا كنا متعودين العيان يا اما بيريح وياخد دواء ويعمل علاج طبيعي، يا اما بيعمل عمليه جراحيه ومفيش حاجه تانية. في بقى سواد اعظم ما بين العلاج الطبيعي والعلاج التحفظي وما بين الجراحه، اسمه التدخل المحدود او المينيمالي انفيزيف. هو ده التخصص بتاعنا بالظبط. زمان كنا بنسمع عن ده، انه فلان مثلا سافر بره في الدول الاوروبيه، عمل حاجه بسيطه جدا، حل مشكله العمود الفقري والكلام ده. يعني الحاجات دي احنا جبناها في عالمنا العربي دلوقتي، ده الفكره. طيب هل في حاجه ممكن تخلي المريض يتجنب ان يجيله الالم ده اصلا، زي حاجات تمنع تاكل المفاصل، تمنع انزلاقات العمود الفقري؟ هل تنصحهم بحاجه؟ اكيد يعني طبعا. اهم شيء للوقايه هو الابتعاد عن الاسباب، ودي الخطوه الاولى. السبب الاشهر لكل الالام اللي خاصه بالعمود الفقري والمفاصل هو السمنه والوزن المفرط، فلازم العيان يخس ويفقد من وزنه، وحضرتك طبعا يعني سيد العارفين لده. يجي بعدها الحاجات اللي تخص نمط الحياه او الاسلوب اللي بعيش بيه يومي. القعده لساعات طويله دي حاجه من الحاجات اللي بتسبب انزلاقات غضروفيه. يعني في ناس تيجي العياده تقول ده ما عملش مجهود، انا ما بتحركش، ده ظهري حصل الانزلاق. لا، ما هو قله الحركه وعدم الحركه ده بيسبب الانزلاق وبيسبب مشاكل كتيره جدا. الحمل الاشياء تقيله وخصوصا من وضعيات غلط، زي انه العيان او الانسان يوطي مره واحده يشيل حاجه تقيله ويطلع. الاعمال اللي فيها مجهود بدني عنيف، يمكن من اشهر الناس اللي بيجي لهم خشونه والدرجات متقدمه في اعمار صغيره هم لعيبه الكوره والرياضيين. فده برضو من الاسباب او من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. وكمان الانسان الرياضي لازم ياخد باله انه لما يمارس رياضه يعملها بشكل منضبط، ما فيهوش تحامل او ما يشيلش اكتر من طاقته او احتماله. Trust every product or passions, just unlock the power of nature. We're here to stay for better health and beauty every day.